الحمد لله التوقعات صابت معانا وربنا سترها. دماغ صاحيه مش بتنام. المره دي عندي سؤال للكويره، شباب الخماسي والباتا، مين اكتر فرقه متاخد منها لعيبه في كاس العالم؟ من غير جوجل، وهنقول الاجابه بس في نص الحلقه. مساء الخير، انا اسلام وحلقه جديده من برنامج اسلام في كاس العالم. كاس العالم المفهوم، المتربي الجميل اللي يعرف الاصول ومكبر الكبير. ايوه كده، ربنا يهديك. خلينا نرجع كده نهبط تاني. النهارده بدايه النهايه، يعني ضرب في المليان. ماتشين كده يعني كومبو بالبطاطس والبيبسي وكله. ماتشين تحس بعديهم كده انا متكيف ناو. وكالعاده لانك كسول وما بتشوفش الماتشات اللي وراك، تعالى عند اسلام يقول لك التلخيصه. بس قبليها هقول لك سؤالين. واحد، ايه اللي ما يخليكش تشوف الماتشات؟ ايه اهم حاجه في حياتك دلوقتي يخليك ما تشوفش الماتشات؟ ايه اهم حاجه ممكن تخلي الواحد في التوقيت كاس العالم ده ما يتفرجش على ماتشات؟ 2، ازاي لحد دلوقتي ما دوستش لايك وشير وسبسكرايب؟ والله العظيم حاجه غريبه يا جدع. صاحي من النوم النهارده كل حاجه مهيئه ان الواحد يتفرج على ماتشين حلو. ده انا قلت النهارده حتى عايز اصلح عربيتي، لقيت ان النهارده لحد اجازه الميكانيكيه، قلت عظمه. وعلى الساعه 5 كده انطلقت صفاره الحرب. ايوه صفاره الحرب. اي ماتش بيبقى فيه مرحله جس النبض في الاول كده، بس الماتش ده ابتدى غباوه على طول. وقيمه المباراه على استاد السمامه بين فرنسا وبولندا. ترتيب الفيفا 4-26، استحواذ 55-45، كورنرات 7-1، التسللات 3-1، انذارات 1-3، النتيجه النهائيه 3-1. وابتدت المباراه بولندا بتعمل احلى شوط ليها في كاس العالم، استحواذ ودفاع منظم وهجوم. بولندا واقفه على رجليها لحد الدقيقه 27. جيرو ابتدى يمسي كده باول هجمه ليه. في الدقيقه 37 شفنا اخطر هجمه لبولندا، فرصه كده بثلاث ارواح اتصدت اول مره من لوريس، تالق فيها جدا، وبعد كده فاران طلعها من على الجون. وفي الدقيقه 43 شفنا اول اجوان المباراه لجيرو لمنتخب فرنسا. الجون ده لازم يتحكي. حلاوه الجون ده بقى في ايه؟ ان الاستلام بتاع امبابي مع الباص قبل جيرو ما يطلع في الاوفسايد، استلامه واحده من جيرو شاطها برجله البعيده الزاويه الصعبه بتاعت تشيزني ويجيب جون حلو قوي. وابتدى الشوط الثاني، بولندا تنيخت وفرنسا برعشه. ثقه وتفاهم لفرنسا عالي قوي، وبولندا بطاريتها فصلت خالص. وجريزمان وديمبلي سخنوا بكام هجمه كده مهدوا الطريق للبرنس دوناتيلو فرنسا، اللي صورته على فيفا 23، اللي الاطفال بتحبه والكبار بيخافوا منه عشان بيكسر ارقام اساطيرنا رونالدو وميسي. كيليان امبابي. في الدقيقه 74 نشوف تاني جوان فرنسا من امبابي، هجمه مرتده زي ما قال الكتاب، من 3 باصات لحد امبابي ما شاطها شوطه. امبابي يعني امبابي هو اللي شوط الشوطه دي. وفي الدقيقه 90 يجيبوا الجون الثالث لفرنسا، امبابي برده يجيبها في مين؟ بتشيزني. وفي الدقيقه 96 تهبط حمامه السلام على ملعب السمامه عشان ليفا ما ينفعش يمشي زعلان، ويخش يشوطها بطريقه غريبه جدا وتتصد، تنزل حمامه السلام تاني عشان ليفا مش ازعل، ويخش يشوطها ابن اللعيبه بنفس الطريقه بس تيجي جول. وبكده يكون جون بولندا الوحيد اللي في المباراه، وتخلص المباراه بنتيجه 3-1 لفرنسا، وتوتا خلصت الحدوته. تقييم نهائي للمباراه 8/10. بس استنى تعالى اديك حته زيتون. والجون جيرو خلاه يلطش التاج من تير هنري بقى ب 52 جون في 116 مباراه. اما كيليان امبابي بقى هداف كاس العالم ب5 تجوان، سجل 9 تجوان في كؤوس العالم، وفي اخر 14 ماتش مع فرنسا جايب 16 جون بطول. الواد عنده 23 سنه وداخل راس براس مع ميسي وكريستيانو. بس يا امبابي تاريخك هيفضل يطردك. مكبوت متلخبط مش مظبوط، انا تايه مش موجود، روحي مستنيه الموت ياخدها. ونرجع لسؤالنا، اكتر فرقه متاخد منها لعيبه في كاس العالم هي البايرن 17 لعيب، والسيتي وبرشلونه ب16 لعيب. عايز اقول لك معلومه ولا ليها اي لازمه. وفي الساعه 9 ابتدت تاني ماتشات دور ال16 النهارده بين انجلترا والسنغال. تصنيف الفيفا ال5 وال18، استحواذ 61-39، كورنرات 3-3، والتسللات 0-0، انذارات 0-1، والنتيجه النهائيه 3-0. ماتش سهل بكل المقاييس لانجلترا، دول نزلوا خلصوه من الشوط الاول. وفي الدقيقه 38 هندرسون لانجلترا يسجل اول جون من اسيست بيلمنجهام. وفي الدقيقه الثانيه من وقت بدل الضايع هاري كين بقى يسجل الجون الثاني لانجلترا، ملأ وش رجله كله في الشوطه وجون حلو. وابتدى الشوط الثاني زي ما احنا، انجلترا بتعمل كل اللي هي عايزاه لحد الدقيقه 57. بوكايو ساكا بقى يسجل الجون الثالث ويخلص الماتش، الاسيست حلو من فودن. بس بصراحه عايز اقول حاجتين على السنغال، تحس ان هم متقبلين الخساره عادي جدا. والحارس مندي من زمان كل اصحابي عارفين ان انا بقول عليه اوفر ريتد، والله من قبل ما يقعد دكه في تشيلسي. وعلى فكره الجون النهارده ممكن يكون مسؤول عن جون كده. الراجل داخل فيه 7 اجوان في كاس العالم ولا كلين شيت. طب والله عليا النعمه الشناوي ضفره برقبته. كده انا لخصت لكم الماتش ده تقييم نهائي 6/10. وبكده نبقى خلصنا تلخيص الثاني يوم من دور ال16. ولسه عندنا بكره ماتشين، اول ماتش معانا كرواتيا واليابان، وتاني ماتش معانا الصنبا اللي احنا بنحبهم وكوريا الجنوبيه. ولسه بعديها عندنا ماتش المغرب. يا رب كرمنا كده يا رب، انا متفائل، نفسي بس مره كمان اقول جيم المغرب. سلام.